قبل ما ابدا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديده. بيبدا الفيلم مع فرقه من القوات الخاصه الامريكيه، وبنشوفهم وما بيقتحموا مبنى مهجور في مدينه حلب السوريه، وبيخلصوا على كل الضباط اللي موجودين في المكان وبينقذوا الرهينه. بيفتش البطل جون واحد منهم وبيكتشف انهم روس مش سوريين زي ما كان فاهم، وهم خارجين بيلاقوا فرقة تانية من الروس بيفجروا فيهم قنبلة بتفجر الارض من تحتهم، وبيقعوا جوه مستودع اسلحة روسي. بيستمر بينهم إطلاق النار وتفجير القنابل، وبيموت ضابط أمريكي من فريق جون، وفي النهاية بيقدروا يهربوا كلهم، وبعد ما بيركبوا الطائرة بيفجروا المستودع كله. بعد مرور 3 شهور بيظهر 4 أشخاص مقنعين وبيفصلوا الكهرباء عن البيت كله، وبيدخل واحد الأوضة وبيخلص على بام وهي نايمة بمسدس كاتم للصوت، وبيدخل صاحبه وبيكملوا باقي الخطة وبيقول له إنه جاهز، فبيطلع المسدس وبيخلص عليه زي ما هم متفقين. وبيحس جون ان في حركة في الدور اللي فوق، فبياخد المسدس وبيطلع بالراحة يشوف في ايه، فبيقابلوا 2 على السلم، فبيضرب نار على الاول والتاني وبيخلص عليهم. وبعدها بيقابلوا الرابع اللي ضرب صاحبه بالنار وهو خارج من الأوضة، وكل واحد فيهم بيضرب التاني رصاصتين وبيقعوا على الأرض. والمجرم بيكشف وشه وبيمسك المسدس علشان يخلص على جون هو كمان، لكن الذخيرة بتكون خلصت من المسدس، فبيستجمع قوته وبيخرج من البلكونة. أما جون فبيزحف على الأرض لحد ما بيوصل للسرير علشان يطمن على حبيبته بام، لكن للأسف لقاها غرقانة في دمها، وبعد ثواني بيفقد الوعي من شدة التعب وبينقلوه للمستشفى. بعد مرور كام يوم بيفوق جون من الغيبوبة اللي كان فيها، وبيعرف من كارين إن مراته وبنته للأسف ماتوا، ولحد دلوقتي ما عرفوش هم مين المجرمين دول. فبيعرفها انه لما دخل الأوضة لقى واحد ميت والرابع هرب، وبيقول لها ان كل اللي هو عاوزه منها تعرف له اسمه ايه. بعدها بيجتمع الوزير كلاي مع كارين ورايتر، وبيطلع ريتر تقرير فيه أسماء المجرمين اللي هجموا بيت جون وخلصوا على مراته بام. وبيقول كمان إن يوري ابن رئيس المكتب الفيدرالي الروسي كان موجود في حلب ساعة الهجوم، وللأسف الفريق خلصوا عليه وقت الهجوم. واللي حصل لجون وويب وراد كان انتقام منهم لموت يوري مش أكتر، وبيقفلوا القضية على كده. فبتاخد كارين الملف وبتروح تقابل جون اللي بيكون اتحسن وخرج من المستشفى، وبتديله الملف وبتقول له كل المعلومات رغم انها معلومات سرية ما ينفعش تخرج بره مكتب الاستخبارات. وبتقول له ان الاستخبارات المركزية رفضت تكمل تحقيق في قضية موت مراته، وقفلوا القضية لانها بقت قضية امن قومي بعد ما عرفوا ان المجرمين روس. وبتعرفوا كمان انها ما قدرتش تعرف المجرم الرابع، لكنها عرفت الشخص اللي عمل لهم جوازات السفر، والشخص ده اسمه فاسيل، كان ضابط سابق في المكتب الفيدرالي الروسي، ومفيش اي حد حقق معاه لانه واصل قوي وممنوع حد يقرب منه. آخر يوم بيرجع جون للبيت وبينهار لما بيشوف دم مراته بام لسه موجود في المكان، وبيغير لبسه وبيروح للمكتب بتاع فاسيل وبيمثل انه سكران قدام حراس الامن لكنه كان بيراقبه. وبعد ما بيشوفه وهو خارج من المكتب بيركب عربيته وبيتحرك ورا، وفجأة بيظهر قدام فاسيل وبيخبطه بالعربية وبيطلع فوق العربية وبيكب عليها بنزين وبيولع فيها، وبعدها بيدخل جواها وبيخلص على السواق. بيرفع المسدس على فاسيل وبيقول له يعترف مين هو الشخص الرابع اللي خلص على مراته وإلا هيخلص عليه دلوقتي. لكن فاسيل بيعصلك معاه شوية، فبيروح جون ضرب رصاصة في رجله ورصاصة تانية في صدره، فبيبدأ فاسيل يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقبل ما يموت بيقول له اسم واحد بس وهو فيكتور رايكوف، فبيديله جون رصاصة في مخه وبيخلص عليه. وساعتها بتكون وصلت الشرطة، فبينزل من العربية وهو رافع ايده وبيسلم نفسه بكل هدوء. تاني يوم جاله عسكري تاني وطلب منه يقف ويلف وشه للحيط علشان هيخرجه بره الزنزانة، لكن جون بيرفض. وقبل ما يدخل كان جون فهم انهم هيخلصوا عليه، وبسرعة استعد وشغل المية في الحوض لحد ما الحوض اتملى والمية غرقت المكان. بعدها دخلوا مجموعة من العساكر، فبيلف جون التيشيرت على ايديه وضربهم كلهم. ولما جم مجموعة تانية مسك عسكري من رقبته وقال لهم يخرجوا ويقفلوا الباب وإلا هيخلص عليهم كلهم. فبيخافوا العساكر على أصحابهم وبيخرجوا فعلا وبيقفلوا الباب، عشان بعد شوية يوصل ضابط من المكتب الفيدرالي وبيقول له إن كارين على التليفون وعايزة تكلمه، وبتقول له كارين يخرج مع المارشال اللي اداله التليفون ده وينفذ كل اللي يطلبه منه.
فبيخرج جون مع المارشال بكل شموخ وفي عيونه نظرة انتصار، وبياخدوا المارشال لمكتب سري خاص فيه الوزير كلاي وسارة مديرة الاستخبارات وكارين وريتر، وبيسألوا الوزير ايه هي المعلومات اللي عنده، فبيقول له ان المجرم الرابع اسمه فيكتور رايكوف. بيرد ريتر وبيقول ان فيكتور مات، بيأكد لهم جون انه لسه عايش وشافه بنفسه. فبيعرض ريتر عليه صور 4 أشخاص علشان يثبت لهم ان جون مش هيقدر يتعرف عليه، لكن جون بمجرد ما شاف الصور قدر يتعرف عليه. وفي النهاية بيقرر الوزير يقبضوا على فيكتور، وعلشان يقبضوا عليه لازم يخطفوه من روسيا وبعدها يجيبوه لأمريكا. تاني يوم بيستعد الفريق وبيسافر روسيا في طائرة مدنية ألمانية الهوية علشان ما يسيبوش وراهم أي أثر يثبت إنهم أمريكان. بس الغريب هو إن ريتر مش بيركب معاهم الطيارة، وبيقول لهم إنه هيبقى يحصلهم في طيارة تانية. بعد ساعات في الجو بيدخلوا الخط الجوي الروسي وبيستعد الفريق للقفز من الطائرة، لكن قبل ما يقفزوا بيلاقوا طائرة روسية بتحوم حواليهم وبيضربوا جناح الطائرة فعلا بصاروخ، وبتبدأ الطائرة تفقد توازنها وبعد دقايق بتقع بيهم في البحر الروسي. وبعد شوية بيقدروا يخرجوا من البحر ويستخبوا في مستودع مهجور، وأخيرا بيروحوا للشقة اللي مستخبي فيها رايكوف. بيمشي جون في الممر اللي بين الشقتين، وبعد ما بيدخل بيقفل وراه الباب لأنه هينتقم منه لوحده. وأول ما بيفتح شقة رايكوف بيلاقي رايكوف بيرحب بيه وبيقول له إنه كان مستنيه، وبيعرفه إنه هو كمان زيه عميل في الاستخبارات الأمريكية، لكن واضح إن محدش من مكتب الاستخبارات قال له كده. وبيفضل جون ماشي ورا مصدر الصوت لحد ما بيلاقي رايكوف قاعد قدامه على كرسي ولابس حزام ناسف. فبيهرب جون بسرعة عشان بعد ثواني معدودة بس بيفجر رايكوف نفسه، وبيدخل باقي الفريق يطمنوا على جون وهم ما يعرفوش إن في 2 قناصين في المبنى اللي قصادهم، علشان فجأة واحد منهم يتصاب برصاصة في صدره. وبسرعة بيستخبوا كلهم من إطلاق النار، وبيمسك جون مراية وبيقدر يحدد مكان القناص وبيضرب عليه نار وبينهي حياة القناص، وبينقذوا صديقهم المصاب وبيبعدوه عن إطلاق النار. وساعتها واحد فيهم تاني بيتصاب وبيكتشفوا إن في قناص تاني، وقتها بتوصل عربية شرطة، فالقناص بيضرب النار على الشرطيين وبيخلص عليهم. فبيستغرب جون وبيفهم إنهم خلصوا على الشرطيين علشان يتهموهم إن هم اللي نهوا حياتهم. وهنا بيكتشف إن حصل ده كله من أول موت مراته لحد وجودهم هنا دي مجرد مكيدة ليهم علشان يخلصوا عليهم هم كمان، وتقوم حرب بين روسيا وأمريكا. بتقول له كارين إنها تحمي ظهره لحد ما هو يعدي ويحاول يشوف لهم مخرج من المكان ده. فبيعدي جون وبيفجر جزء من الحيطة وبيخرج هو وكارين، وبيقف هو يحمي ظهرها وهي بتدخل لوحدها للشقة التانية اللي فيها قناص من الاتنين. وبعد شوية أكشن ما بينهم بتقدر في الآخر يطعنوا بالسكينة وبتخلص عليه. بيفتح جون الباب لباقي الفريق، وقبل ما يخرجوا بيلاقوا عربيات الشرطة وصلت وحصرت المبنى من كل حتة. فبيقول جون إنه عنده خطة، والخطة هي إنه يطلع فوق سطح المبنى ويشتت تركيزهم لحد ما هم يخرجوا ويهربوا من المكان. على الأقل هو حاليا مش شرطي في الجيش الأمريكي، وفي نظر القانون هو مدان، وبكده مش هتقوم حرب بين الدولتين. في الأول كارين مش بتكون قادرة إنها تسيبه وتتخلى عنه، لكنها مش بيكون عندها حل تاني وبتضطر توافق. فبيطلع جون فوق سطح المبنى وبيضرب عليهم نار وبيفجر العربيات بالقنابل. وقتها بتستغل كارين الفرصة وبتاخد الفريق وبتهرب، وبيطلع مجموعة من الشرطيين فوق المبنى وبيحاصروه وبيفضلوا يضربوا عليه نار، لكنه بيقدر يهرب منهم. وبعدها بيرمي قنابل مسيلة للدموع في المكان كله، وكان بيضرب أي شرطي بيقابله وبيخلص عليه. مسك الRPG وبيخلص عليهم واحد واحد، وفي الآخر بيكون معاه شنطة فيها حزام ناسف، فبيرمي عليهم الشنطة وبينفجر المبنى كله. وفي الآخر بيلبس جاكيت سواق عربية الإسعاف وبيهرب من المكان وبيسوق العربية لحد المستودع اللي فيه الفريق. ومع طلوع الفجر بيركبوا كلهم المركب وبيهربوا بيها من الميناء. وفي المركب بيقول لهم جون إنه كان متوقع إن رايكوف هو العقل المدبر والمخطط لكل اللي حصل، لكنه اكتشف إنه زيه مجرد عميل سري بينفذ اللي بيطلب منه بس. وبما إنه فشل في إنه يلاقي الراس الكبيرة، يبقى هو كده ما عندوش حل غير إنه يرجع يسلم نفسه ويقضي اللي باقي من عمره في السجن. ساعتها بيقول له ريتر إن في شنطة فوق سطح المركب فيها فلوس ياخدها ويختفي، وهم هيقولوا إنه مات أثناء تنفيذ المهمة، وبيعرفوا إنه لما يختفي هيظهر المجرم.
فبيقول له كلاي ان الدولة بتاعتهم بقت دولة غنية من بعد الحرب العالمية التانية، لانهم صنعوا دبابات وصواريخ وباعوها للعالم كله، ومن وقتها وهم بيخافوا من الاتحاد السوفيتي لانهم اقوى منهم في الصنع النووي، وعلشان كده هم اعداء من وقتها. علشان شعبهم ينجح تاني ويفوق من الغيبوبة اللي هو فيها كان لازم يكون في حرب بينهم وبين دولة تانية علشان يفكروا ويبتكروا وينجحوا. وفجأة بيلف جون وبيطير بالعربية وبينزل في النهر، وبيقول له انه اقسم لمراته انه هيخلي الخاين ينطق اسمها قبل ما يموت، وبيقول له لو عاوز يخرجه من العربية وينقذه ينطق اسمها، فنطق اسمها اكتر من مرة عشان ينقذه. لكن في الاخر جون سابه يموت وبيفضل قاعد مستسلم مكانه ومش بيخرج من العربية. تاني يوم بنشوف كارين وبتحضر جنازة جون، وبعد انتهاء الجنازة بتركب العربية. بنكتشف ان جون لسه عايش وموجود معاها في العربية، وبنكتشف كمان ان كل اللي حصل كانوا مخططين له، وهي اللي انقذته من العربية قبل ما يموت. وبتاخده على طول للمطار وبتديله هويته الجديدة، وبتعرفه ان راتر هو اللي عمل له الاوراق، وبتقول له يخلي باله من نفسه، وبيودعها جون وبيوعدها انه هيختفي ومش هيظهر تاني في امريكا ابدا. هنا بينتهي ملخص فيلمنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل ملخصاتنا الجديدة. سلام.